اهلا بيك. خلينا متفقين في الاول كده ان كلنا جوانا ذلك الجزء المظلم اللي بيخلينا عايزين نملك شيء من السيطره، سواء على نفسنا، الاحداث او الاشخاص اللي حوالينا. وبرضه كلنا قابلنا الشخص اللي وجوده بيحسسك بشيء مختلف، ودوره قادر يغير حاله المكان، وكلامه له تاثير على كل اللي حواليه. طبعا لما بتشوفه بتنبهر وتفضل تسال نفسك هو عنده ايه زياده عنك، وتقوم مروح بيتك تفتح النت تبدا تبحث ازاي ابقى جامد جمبري، ازاي ابقى اسطوره. يطلع لك شويه محاضرات تنميه بشريه، كم ملخص كتاب، تجمع كلمه من هنا معلومه من هناك، وبعدها تنام وتصحى تلاقي نفسك لسه عايش في الكنافه، نفس الموقف يتكرر ورد فعلك يفضل زي ما هو، المحصله زيرو. انا هنا بقى عشان احسم لك القصه. الفرق الوحيد بينك وبين الناس دي هو اتقان قوانين اللعب، والحياه في النهايه لعبه كبيره كلنا بنحاول نجيب اجوان. لكن زي ما في مهاجم، في مدافع، في لاعب نص، وفي قاعد على الدكه في الاحتياطي، وفي صانع الالعاب. كل ده بقى بيرجع للكفاءه والمهاره. هنا بقى لازم تفهم ان القصه عندك انت هتعتمد بالكامل عليك. ازاي بتفكر، ازاي بتتعامل، ازاي بتتكلم، ازاي بتتحرك، ازاي بتهمس، حتى سكوتك بيكون امتى وازاي. كل دي عوامل بتحدد مردود اللي حواليك. هديك دلوقتي 3 قواعد، كل واحده لو طبقتها بالشكل السليم هتلاقي نتائج ما كنتش تتخيل. القاعده الاولى: البشر كائنات غير منطقيه. اولا البشر كائنات غير منطقيه على عكس ما يبدو، بس دي الحقيقه اللي محدش هيقولها لك ولا هيعترف بيها بسهوله. وده بيخلي قراراتنا مبنيه على احاسيس مش على منطق وحقائق، لان تركيبه الدماغ نفسها بتدور دايما على طرق مختصره عشان توفر طاقه. بتحاول دايما تاخد القرار باقصى سرعه عشان ما تحرقش كتير. هديك مثال: لو انت في مكان ما ودخل شخص لابس البدله السنين والساعه الرولكس وريحه الكالونيا هبه منه، ايه اول حاجه هتيجي في بالك؟ ده حد غير عادي، رئيس مجلس اداره، صاحب عماره، حاجه كده. ممكن بقى بعدها حد يجي يقول لك: شفت ابو بدله ده خد مني كميه فلوس كذا وضرب عليه، فانت تقول صحيح، بتحسبه موسى طلع فرعون، النصب هو اللي بياكل عيش. ممكن بقى بعدها الظروف تسمح انك تقعد مع ابو بدله يقول لك: والله يا فندم انا مستثمر معتمد في البورصه، بيقول لك ان نصبت عليه ده خد مكسب مره واتنين، واحنا بينا عقد مكتوب فيه انه معايا في المكسب والخساره، ولما حصل خساره هو ما قبلهاش، يبقى الغلط على مين؟ فانت تقول صحيح، ناس دلوقتي فيها وفيها، يولد كذا ويولد كذا. انت بقى هنا تبنيت 3 آراء مختلفين تجاه نفس الاشخاص وفي موقف واحد بدون اي دليل مادي او حقيقه. ده ياكد لك كلام ان البشر كائنات عاطفيه بتحكمها العاطفه المطلقه. دي بقى ثغره كبيره جدا قادره تديك سيطره كامله تجاه اشخاص، ودي مش مساله صعبه خالص، بالعكس يكفي انك تخلق شعور فريق الناس ما تحسوش غير معاك. وهنا مش هستفيد واقول لك ازاي تقتنص نقاط ضعف كل شخص على حد، علشان دي عايزه حلقه لوحدها. بس يكفي انك تخلق شعور ايجابي زي الاحساس بالراحه النفسيه، الطمانينه، الثقه، او حتى الدعاء. انت نفسك لو ماشي مع شخص ذو سلطه او عنده القدره على التعامل في المواقف الصعبه، او حتى دمه خفيف، كله بيخلق جو لطيف. مش هتسال احنا رايحين فين ولا جايين منين، مش هتسال امتى الوقت يعدي ونتفارق. وده هيخلق جو من الحميميه يديهم شيء من السلطه عليك او حتى العشم بزياده. القاعده الثانيه: اغتنم ضعف وعي البشر بنفسه. معظم البشر كائنات غير واعيه بنفسها. بمعنى هات واحد دلوقتي قعدوا مع 10 اشخاص لمده ساعه مثلا، بعد الساعه هتلاقيه قادر يقول لك عيوب كل واحد من اللي كانوا قاعدين، في حين انك لو سالته ايه نقط قوتك او نقط ضعفه، ميزاتك او عيوب، هتلاقيه مش عارف. وهو فعلا مش عارف، ان زي ما قلت لك ما عندوش وعي بنفسه. ودي ثغره قويه جدا قادر تكشف بيها زيف كل حاجه، كل شخص حواليك. محدش يقدر ينكر ان كلنا حوالينا ناس مزيفين بتبرز عكس ما تظن، بس مع تركيزنا الدقيق وملاحظتنا القويه وتحويل وعينا بالامور من الاوتوبايلوت للتعايش اللحظي، قادرين نكشف كل حاجه كدب حواليك. هديك مثال: طريقه بتستخدمها الاجهزه الامنيه في استجواب العناصر الخطر. في الاول بيسالوا اسئله هو عارف اجابتها، وبناء عليه بيحدد نمط الشخص ده لما يكون صريح، زي حركه جسم، تعبيرات وشه، تون صوته، ايماءات، وهكذا. بعدها بقى يساله في اللي هو مش عارفه، ويبتدي يطبق النمط ده عليه وهو بيجاوب. لو اتصرف زي قبل كده يبقى صريح، انما لو النمط اتغير يبقى بيجاوب، وهكذا. بصراحه دي طريقه هايله لو عرفت تطبقها على اشخاص متواجدين معك بشكل مستمر، او حد مثلا هترتبط بيه، وتوفر على نفسك كتير. اللي عايز اقوله هنا ان في حاجات كتير بتبقى باينه لنا بوضوح، بس عدم معينه الكامل بيخلينا نعديها وما ناخدش بالنا منها. انت نفسك لو عديت بموقف منيل وبعد ما لبست الخازوق دماغك هديت كده، قعدت تفتكر الاحداث، لقيت حاجات كانت بتزغرط في وشك تقول لك ان الخازوق جاي وانت اللي ما خدتش بالك، وتقعد تقول ازاي ما خدتش بالي، ازاي وازاي. اللي عايز اوصله هنا ان مجرد وعيك بكل حاجه بتحصل حواليك قادر يخلي كل الناس حواليك مكشوفينك، ده هيديك سلطه عليك. القاعده الثالثه: النموذج. ثالثا واخيرا عشان ما بقاش طولت عليك، البشر بطبيعتهم بتدور على نموذج
فمع لو جبت مجموعة من الناس النهاردة وسألتهم ايه هو النجاح، معظمهم ان ما كانش كله هقول لك الشهرة والفلوس وخلاف، لان ده النموذج اللي اتزرع في دماغهم، في حين ان فعليا مش هو ده النجاح. بس دي مش قصة الوقت، الناس كتير مشوشة ومشتتة بسبب كتر المؤثرات الخارجية، ايش ميديا على جري على لقمة العيش وخلاف. ده تلقائيا بيدفعهم لأي سكة فيها هدوء ووضوح، عشان زي ما قلت لك دماغ بتحب تختصر. يعني يكفي انك تبقى شخص هادي وتبين ان عندك سيطرة كاملة على الأمور حتى لو ده مش حقيقي، عشان الناس تنجذب ليه. وخليني اقول لك هنا حاجة بديهية بس مش كتير بياخد باله، اللي جواك بيفضل جواك لحد ما انت نفسك تعلن. يعني لو انت من جواك متودد او مش واثق في نفسك بس قدرت الجدارة تبين عكس ده، خلاص انت كده جبت جون. بس عشان ما اكونش بكدب عليك او اسوء، مش دايما هتعرف تبين عكس اللي جوه، ولذلك انا هفضل شغال معاك على اللي جوه قبل اللي بره، لانه وانس اننا ظبطنا كل حاجة جوه، اللي بره مش اكتر من مراية هتعكس اللي جوه. المهم عشان ما تتوهش مني، يكفي انك تبان شخص هادي عارف سكته وطريقه وعينه على هدف، عشان الناس تشوفك شخص جذاب وليك سلطة عليه. انت لو جبت عربية وما بتعرفش تسوق، بديهي انك هتجيب سواق وتسلمه زمام الحكم. كذلك الناس بمجرد ما تحس انك عارف ازاي هتمشي وراك وهي غلط. عشان ما اطولش عليك اكتر من كده وازهقك، اكتفي بالجزء ده المرة، والفيديو الجاي هديك تطبيقات عملية اكتر على كل نقطة ذكرنا. انا كده اديتك 3 سعرات سؤال ببلاش، في حين ان في شركات بتدفع ورفات يمكن ملايين عشان تعرف تطبق الكلام ده في السوق وتزود مبيعات. يعني مالكش حلم وجه الوقت انك تنضم للنوم. انا لحد هنا خلص، عارف اني طولت عليك بس مش قادر اوعدك ان الفيديوهات الجايه هتبقى اصلا، لان كل وعدك مش بنفذ. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نتلاقى تاني. شاو اميجوس.